الموضوع دخل في العند. موضوع كولر والإدارة النادي الأهلي دخلوا في العند خلاص. يعني أنا بجيبها لك من الآخر. خلاص الموضوع بقى موضوع عند. ما حدش عايز مصلحة النادي الأهلي. لا الإدارة عايزة مصلحة النادي الأهلي، ولا كولر اللي بياخد القرشين عايز مصلحة النادي الأهلي. كل واحد بيعمل اللي هو شايفه صح. كل واحد مش همه الجمهور، وكل واحد مش في دماغه اللعيبة، وكل واحد مش في دماغه ان هو يطور من أداء الفريق، وكل واحد مش في دماغه بطولات. تشبع كولر وتشبع الإدارة بالبطولات اللي حققوها، تشبع اللعيبة اللي موجودة بالبطولات اللي حققوها. إنما الجمهور عمره لا بيشبع، ولا بيشبع من مباراة كسبها، ولا بيشبع من مباراة قدر إن هو يحقق بيها بطولة. كل المشاكل كلها بيتكلموا عليها دلوقتي، مع إن العبد لله اتكلم عليها من شهرين ثلاثة. قلت لك في فيديو من الفيديوهات، قلت لك خطة تطفيش كولر، ورجعت تاني عدت الفيديو تاني وقلت الكلام ده قبل مباراة المصري، وقلت خطة تطفيش كولر. خطة تطفيش كولر ان انا مش هدعمك بلعيبة، اللعيبة اللي انت عايزها مش هدعمك بيها. لعيبة انا مشيتها وبناء عن رغبتك ورغبتي، بس ساعتها لما اتقعد مع كولر وقال له انت محتاج واحد واثنين وثلاثة، حاضر هنجيب لك، بس احنا محتاجين ان احمد عبد القادر يطلع، وحمدي فتحي يطلع، وديانج يطلع، واحنا هنجيب لك اللعيبة اللي انت طلبتها. جه كولر وبص وشاف ان مفيش حد اتدعم، مفيش لعيب جه زي ما هو طلبه. كل اللي انت رحت تجيبه، جبت عمر الساعي، جبت يحيى عطية الله اعاره، جبت يوسف ايمن اللي ملوش فيها اعاره، جبت وجبت وجبت. بس هل ده بنفس قوة اللي كانوا موجودين؟ لا طبعا. انت دلوقتي الموضوع دخل في العند. مباراة امبارح واللي قبلها واللي قبلها، انت ما فزتش من اول الدوري تقريبا الا 3 مباريات، وتعادلت مباراتين او 3 وخلاص على كده. جيت امبارح اتهزمت اول هزيمة بعد 27 مباراة مع اداء، انا بقول لك اداء كارثي. كولر عمره ما يأدي الاداء ده. يعني لو كولر في اسوأ مبارياته عمره ما يأدي الاداء ده، عمره ما يحط التشكيلة دي. كولر لو مش في يومه عمره ما يقول للعيبة العبوا بالشكل ده. كولر لو مش في يومه عمره ما يغير التغييرات اللي عملها في اخر دقيقه دي. كولر لو ما بيعندش كان المفروض ما يقولش بعد المباراه ما انتهت ان احنا كان المفروض ننزل بدلاء ويقوموا بالدور، مع انه نزل كهربا وتاو في اخر المباراه، ولعب بالدبيس ناحيه اليمين مكان مين؟ مكان تاو. تاو اللي هو مركزه الاساسي، حتى لو مش معاك حد انا بلعب بتاو. كولر لو مش باند ما كانش نزل خالد عبد الفتاح. كولر لو مش باند ما كانش نزل كوكا وعمرو السوليه الاثنين مع بعض، وامام عاشور طاير لفوق، ما كانش نزل الثلاثه دول مع بعض، وكان لعب باكرم توفيق على الاقل رقم 6 لو هو عايز يريح مروان عطيه في المباراه اللي هي بتاعت شباب بولزداد. كولر اعند امبارح، فجت على دماغ الاهلي، فجت على دماغ الجمهور، عشان الاداره بتعند مع كولر، فهي دايره وبتلف، وكل سيستم وكل ترس ماسك في بعضه. بس للاسف التروس بدات تفك وتفك وتفك من سنتين او من السنه اللي فاتت، من ساعه ما كولر طلب صفقات. السنه دي كولر بيقول لك يا عم انا باخد فلوسي وباخد القرشينات بتوعي، واخد فلوسي والدولار واخلع بيهم احسن ما ايه انا اتكلم واحرق دمي. انا ياما اتكلمت محدش بينفذ، ياما طلبت محدش بينفذ. انا كان نفسي ان انا اعمل تاريخ مع النادي الاهلي، انا عملت بطولات كتير وطلبت ادوات ليا عشان اقدر انفذ بيها في الملعب، ما جاتش. فكولر دلوقتي بيعند مع اداره النادي الاهلي. هنمسك واحده واحده مع كولر. طبعا هو كولر في التشكيل امبارح طبعا اخطا خطا كبير جدا. انا حاسس ان الاداره كانت بتجبره، او لما كانوا بيطلب لعيبه يقول لك انت عندك كوكا ما بتلعبهوش، وعندك الدبيس ما بتلعبوش، وعندك عمرو السوليه، فقال لك طب تعالوا انتوا بقى الثلاثه مع بعض وخالد عبد الفتاح، قال لك الاربعه مع بعض نزلهم بقى في مباراه زي دي واكشفهم قدام الجمهور وقدام الناس اللي موجوده كلها وقدام الاداره نفسهم. حتى سايبهم طول المباراه، وسايبهم الشكل اصلا كان سيء جدا وعادي سايبهم. انا اول مره اشوف كولر، يعني انت شايف حتى كان ممكن يغير بين الشوطين، لا ما غيرش، سايبهم زي ما هم. عندك اللعيبه لو احنا بصينا هنلاقي ان معظم اللعيبه دلوقتي 30 32 31 33 وبدا يكبر في السن. فانت محتاج تدعيمات تنزل باعمار اللعيبه شويه عشان يقدروا يقوموا بالادوار بتاعتهم بعد كده. انت مش محتاج لعيبه زي ما هم على مدار 5 6 سنين يأدوا لك في اخر سنه زي اول سنه او تاني سنه او تالت سنه. واحد زي حسين الشحات مستواه قل، واحد زي عمرو السوليه خلاص مده صلاحيته انتهت، واحد زي خالد عبد الفتاح ده ملوش في الكوره دخل بالواسطه، غيره واحد زي الشناوي اللي نسي حراسه المرمى، وغيرهم طبعا وغيرهم.
عايز اقول لك ان انت محتاج لعيبه لما تدعم دايما تدعم على شخصيه النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي اللي احنا بنسمع عنها دايما ان انت دايما محتاج لعيبه تنافس على بطولات. واحد زي خالد عبد الفتاح اللي كان بيرقص ديسكو امبارح ما كانش بيلعب كوره. هنيجي للاداره، وطبعا عند الاداره مع كولر وكولر مع الاداره. الاداره دي اهم حاجه في المنظومه دي كلها. الاداره طبعا اخطات في عدم التدعيم على مدار سنتين اللي فاتوا. اخطات في التفريط في بعض عناصر اللعيبه اللي موجوده. اخطات في مهاجمه كولر في الاعلام سواء من اللعيبه او من الاعلاميين التابعين لمجلس الاداره. اخطات في تطفيش كولر بنسبه كبيره جدا، او بمعنى اصح ده بيؤدي لتطفيش كولر بنسبه كبيره جدا. ان انت عايز تكمل كده هتكمل على مزاجنا، مش عايز خلاص امشي، ومش هندفع الشرط الجزائي وهنلعب او هنجيب اي حد. وانا بقول لك المفاجاه ان هم بيفكروا في حسام البدري ده المدرب اللي جاي. هنيجي للاداره بقى ونتكلم. ان الاداره اتكلمت فيها اكتر من مره وقلت لك ان هي اخطات في مشيان مدير الكره في الاول، ثم المعد النفسي اللي هم جابوه برده تاني وعرفوا ان هم اخطاوا. وهم دلوقتي مش هيقدروا يجيبوا سيد عبد الحفيظ لان هم عارفين ان هم اخطاوا برده، مش هيجيبوه. انسى الحته دي، لان هي اغراض شخصيه. خلاص هي الناس اللي حواليهم بس هم اللي عايزينهم والباقي كله بالسلامه. عايز اقول لك كمان ان هم اخطاوا في مشيان الاخصائي التغذيه اللي موجود في النادي الاهلي. وعايز اقول لك ان الاداره بتخطأ خطأ كبير جدا، وكل اللوم كان على كولر في الفتره الاخيره. بس هل العند ده هيوصلك لايه؟ هيوصلك ان انت حلمك الاساسي هو كاس العالم، ان انت تعمل نتائج كويسه فيه. حلمك الاساسي اللي هي بطوله افريقيا ان انت تأدي فيها. احنا ياما كسبنا بطولات عادي، فما جاتش من السنه دي وخلاص. الراجل ماشي وعمل سيستم للفرقه وعمل شكل الفرقه، فكان لازم ان انت تدعمه ببعض عناصر اللعبه. الاداره محتاجه اداره في ملف التعاقدات. الاداره محتاجه ان هي تعيد نفسها، ان هي ازاي تعلي لعيبه على كولر او المدرب اللي موجود. ودي حصلت ايام موسيماني وبتحصل دلوقتي. واحد زي احمد عبد القادر طلع يتكلم في الاعلام، واحد زي رضا ستيم طلع يتكلم في الاعلام. الاداره محتاجه ان ما تعليش واحد زي الشناوي على مدربه، وانت لازم تقعد دكه لمصطفى شوبير. مصطفى شوبير لازم يلعب اساسي، والشناوي اللي مش عاجبه يمشي. الشناوي او غيره اللي بيقعد دكه او بيعترض على التغييره يمشي. مشي لاعب وعاجبه عشان ده يبقى عبره لكل واحد بيعترض. ما ينفعش لعيب يكون عندك ورافض ان هو يقعد دكه لمصطفى شوبير وبرضه يلعب اساسي. يا جماعه النادي الاهلي ليه مقوله شهيره: الاهلي فوق الجميع. كده انت ما خليتش الاهلي فوق الجميع، انت خليت اللاعب فوق الاهلي. اللاعب اللي يعترض على اي تغيير او يعترض ان هو يقعد دكه يمشي من النادي الاهلي فورا فورا فورا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ويا رب نصلح في اللي جاي، لان احنا داخلين على مرحله صعبه. وكنت اتمنى ان انا اطول، لان انا معايا ارقام اللعيبه اللي مشيت بالارقام الفلوس اللي مشيت بيها، والارقام الفلوس اللي اللعيبه التانيه جت بيها. يعني بمعنى صح انت موفر فلوس ليك غير الدخل بتاع النادي الاهلي، ومش عايز برضه تجيب لعيبه. خلينا نتكلم عليها في حلقه تانيه. كان معاكم محمود الجندي، ما تنساش اللايك والمتابعه، وبشكركم.